صباح الخير يا ميس. صباح الخير يا كيكو، اخبارك إيه يا حبيبي؟ الحمد لله. طبعت المذكرة. المطبعة كانت عطلانة، مش طيب، راضي. خلاص ماشي، مفيش مشكلة يا كيكو. احنا كنا واقفين عند صفحة 10 صح؟ كنا واقفين، كنا مخلصين. أيوة، صح. طيب انا عايزاك بقى تجيب كراسة يا كيكو زي بتاعة امبارح كده. عارف. ماشي، افتح الكاميرا بقى يا بطل. عارف. هي دي قلم. تمام. لا منور يا كيكو، ان شاء الله. شكراً. عفو. طيب يلا يا كيكو اقرأ. احنا واقفين عند 9 في التعبير الكتابي. أختي الكبيرة. أختي الكبيرة أميرة، بيتنا ونور حياتنا، فهي تبذل كل ما في وسعها لترسم البهجة على وجهنا. أختي الكبيرة في الخامسة عشر من عمرها، وت- وتنصف أختي بطيبة تصف قلبها وتصف أختي وتتصف. وتتصف أختي بطيبة قلبها وحسن خلقها، كما تصف بشدة طاعتها لأبي وأمي، ورغبتها في نشر الفرحة والسعادة في كل مكان. اكتب عنوان آخر للفقرة. آه، أختي الحبيبة. ماشي، اختي الحبيبة او صفات اختي. ماشي، برافو يا كريم. اتنين. الشخصية. آه، بيتكلم عن الشخصية اسمها ايه؟ أميرة. ماشي، اختي اميرة. صفات الشخصية ايه؟ تتصف أختي بطيبة قلبها وحسن خلقها، كما تتصف بشدة طاعتها لأبي وأمي، ورغبتها في نشر الفرحة والسعادة في كل مكان. برافو يا كيكو. المعلم. المعلم. المعلم ال- ثالث الابوين. ثلاث الأبوين، يحمل في قلبه لطالبه الحب والمودة. لمعلمي محمد في الأربعينات من عمره، طويل القمة، جسمه مليء ممتلئ قليلا. مليئا قليلا، وعينيه بنيتان وضيقتان، وشعره بني وناعم، ووجهه أبيض، أنفه متوسط الحجم، يتصف بكرم الأخلاق وحب مساعدة الآخرين. افتح افتح عنوان آخر من الموضوع. آه، المعلم العزيز مثلا. ماشي، معلمي العزيز. يمكن تقسيم الوصف إلى عنوان، مقدمة، ووصف خارجي، ووصف داخلي. آه، خاتمة. ماشي، عنوان ومقدمة ووصف الشكل الخارجي ووصف الشخصية. تمام. ماشي يا كريم، برافو عليك. اشتمل الموضوع على وصف الشكل والشخصية معا. برافو يا كيكو، حط عليها خط يا كريم.
ماشي يا كيكو. صديقي 12. صديقي الكل يقوم بإعداد نموذج لا. استقصاء. صديق لك يقوم بإعداد نموذج استقصاء لمساعدة والده الذي سيفتتح ملاهي للأطفال والكبار. يتكون الاستقصاء من مقدمة، أسئلة لا، الاستقصاء، قبل المقدمة. عنوان عنوان الاستقصاء. مقدمة، ماشي، المقدمة. أسئلة الاستقصاء، أهمية أسئلة الاستقصاء، لا، الخاتمة. في أسئلة شخصية قبل أسئلة الاستقصاء. أسئلة شخصية وبعدين أسئلة استقصاء وبعدين. هاتم. برافو، عايزاك بقى تكتبها في الكراسة تاني. يبقى يتكون الاستقصاء من كام حاجة؟ من 5 حاجات. وهما: أول حاجة عنوان الاستقصاء، ثم المقدمة، ثم الأسئلة الشخصية، ثم بعد ذلك أسئلة الاستقصاء، وفي النهاية الخاتمة. رابع حاجة، يتكون الاستقصاء من عنوان 4 حاجات. الاستقصاء، المقدمة، أسئلة شخصية، أسئلة الاستقصاء، أسئلة الخاتمة. شخصية. إيه؟ أنا حاجة. تمام. ماشي، 2 يا كيكو. ودي الهدف من الاستقصاء جمع معلومات عن أهم ألعاب الملاهي. برافو، ألعاب الملاهي الذي يفضلها الكبار والصغار. برافو عليك يا كيكو. آه ماشي، 12. تمام. ذات يوم من الأيام، أيقظ لي أخي أحمد وهو يقول: أسرعي يا سلمى، ارتدي ملابسك، سنخرج كي نستقبل أختنا الأكبر مصطفى أخانا أكبر. الأكبر مصطفى، فسوف تصل طائرة أخيك في 9 مساء. أمسكت أمي بباقة من الزهور، وجلس بجوارها أخي مهند، وظلت السيارة تسير 3 ساعات حتى وصلنا إلى ميناء القاهرة الدولي، ودخلنا ننتظر الطائرة. وبعدها نصف ساعة أعلن المطار وصول الطائرة القادمة من بلاد الحرمين. غامرة جميعا الفرحة عندما ماشي. شاهدنا مصطفى يحمل حقائب ويرمي ويرتمي. ويرتمي. ويرتمي في حضن أمي، وتتغيب عنا مدة 18 شهرا. الزمن، فيلم التاسعة عشر، الزمن. في النساء. الزمن. الزمن يا كريم. ذات يوم من الأيام. تمام. مش ده زمن؟ يوم من اه الأيام. طيب الحدث. أم،
أخيه الأكبر مصطفى سوف تصل طائرة وصول الأخ إلى المطار والذهاب الأسرة لاستقبال. ماشي يا كيكو. مكان الحدث. المطار. أهي. ميناء القاهرة صح. ميناء القاهرة الدولي. لازم زي ما الفقرة قالت نكتبه زي ما الفقرة قالت، ميناء القاهرة الدولي. تمام. ماشي، هما قالوا إن هما وصلوا إلى ميناء القاهرة الدولي. طيب الأشخاص. سلمى، مصطفى، ماشي، سلمى أمي، ومصطفى. أمي، والأم. مهند، والأخ الأكبر. والأخ ماشي. الأكبر. ماشي. في منزلنا ثلاجة جميلة فضية اللون متوسط الحجم، والثلاجة لا غني عنها فهي التي تحفظ الأطعمة والمشروبات عاملة التلف، ومن مميزاتها أن بها مكان لصناعة مكعبات الثلج كما يمكننا التحكم في درجة حرارتها، ومطرس ومطرس مقسمة. ومجسمة إلى أدراج لحفاظ الخضروات والفاكهة. فهي حفظ تشتغل القدرة. في حفظ الخضروات والفاكهة. فهي تشبه الدولاب من حيث الأر- الأرفف. الأرفف والأدراج. من عيوبها أنها رغم من ذلك فمن رأيي أن الثلاجة متطلب أساسي لكل عائلة ولا غني بها. النص الوصفي يتحدث عن ولا غنى عنها. ولا غني عنها. النص الوصفي يتحدث عن الثلاجة. برافو، يتحدث عن الثلاجة. أهم أهم استخدامات. ايه الاستخدامات اللي بنستخدمها في الثلاجة؟ بتعمل ايه؟ يعني اه تحفظ الطعام والمشروبات من التلف. برافو يا كيكو. 14 يا كيكو. سامي لا يهتم بوضع النقط عند الكتابة، ويهتم بنقص درجته، فسأل معلمته ما خطأ قالت هذه الحاء هاء لم تضع عليها نقطة. قالها من أجل نقطة صغيرة. قالت اقرأ ما كتبت لهم على السبورة. قرأ ركض ركض الخروف أمام خال. فقالت اقرأ ما كتبت في كراستك. ركض ركض الخروف أمام حالي. ضحك سامي وعرف قيمة النقطة. شخصية القصة هي المعلمة ومين تاني؟ وخالي وخالي وسامي. وسامي بس. المعلمة وسامي بس. شخصيات القصة اللي تم ما بينهم الحديث يا كريم. طيب آه مكان القصة. أنا فهمتها. افتكرت إن هي هو خالي. الشخصيات القصة. لا، هي المعلمة كتبت الفقرة دي على السبورة، إنما الشخصيات اللي بيحصل فيها اللي دار ما بينهم الحوار يبقى آه. المعلمة وسامي. مكان القصة. مكان القصة آه، عند المكتبة، عند الكتابة. ماشي، كان القصة دي فين؟ في الفصل ولا بره الفصل، ولا بس مش هو كتبه على السبورة؟ بس اه، بس يبقى مكان القصة فين؟ في الفصل. تمام. ماشي. زمان القصة مم،
هو انا ما ذكرهاش في الفقرة، بس احنا نستنتجها. صباحا. في يوم من احد الايام، او ممكن تقول صباحا برضك صح. يوم في احد الايام. طيب. آه 15. كان يوم مشرفا، كنت في الحديقة أقف على تتلألأ. حشائش تتلألأ تتلألأ يعني تتلألأ تضيء. من ضوء الشمس عليها سامعة الأطفال يلعبون وسط كل هذا. رأيت وأنا أسير مع صديقي حذاء رضيع، فقال صديقي: هيا نخبئ الحذاء لنرى ما يفعله صاحبه. قلت: لماذا نفعل ذلك؟ ورفضت اقتراحه، وقلت لدي اقتراح، وهو أن نشتري حذاء جديدا ونضعه مكان القديم و... و... واختبأنا. واختبأنا خلف الشجرة. عاد الطفل فوجد حذاء جديد ونظر إليه والدموع تمتلئ عينيه. جلس ينظر تملأ. حوله. تع... والدموع تملأ. تعلق تألأ تملأ. عينيه تملأ. تملأ عينيه. جلس ينظر حوله حاض- حا- حاضنا. حاضنا الحذاء. نظرت إلى صديقي فوجدته نظرت يبكي. إلى صديقي. نظرت إلى صديقي فوجدته يبكي من الفرحة. قلت لها: هذه هي من السعادة الحقيقية. الفرح. من الفرح. مفيش. مم. هذه هي السعادة الحقيقية. المدخل اللي يعني هي المقدمة. المقدمة. أيوة، كان المدخل. يوم مثيرا. لا، كنت في حديقة أقف على الحشائش تتلألأ من ضوء الشمس عليها. بس ضوء دي. الشمس. ماشي. الحدث. الحدث. آه، رأيت أنا وأسير مع صديقي حذاء قديم. قال صديقي: هيا نقرأ بآية الحذاء لنرى ما يفعل صاحبه. برافو يا كيك. النهاية. في النهاية نظرت إلى صديقي فوجدته يبكي من الفرحة، فقلت: لا، هذه هي السعادة الحقيقية. برافو يا كيك، ما شاء الله عليك. ماشي يا كيكو. يلا اقرأ يا بطل. ذات يوم رجع أحمد من المدرسة. لاحظت الأم ظهور ملامح الحزن عليه وسألته: لماذا تبدو حزينا؟ فقال: لقد ظهرت نتيجة الاختبار الشهري ولم أحصل على الدرجة النهائية. حينها قالت الأم: لا تحزن، لقد فعلت ما تستطيع، وعليك أن تركز في الاختبار المقبل. معنى القادم المقبل: جمع برافو. ملامح. برافو. بدأت على أحمد ملامح الحزن شاطر. عندما رجع من المدرسة. لم يحصل أحمد على الدرجة النهائية في الاختبار الشهري. جميل يا كيكو. 2. معنى ذات يوم عادت مروة من عيد ميلاد صديقتها حزينة، يد عليها الضيق والغضب. ولاحظت يوم أمها ذلك، فسألتها: ماذا بك؟ قالت: أنا لست جميلة، صديقتي أجمل مني. سألتها الأم: لماذا تقولين ذلك؟ فقالت: ملابس صديقتي في عيد الميلاد أجمل من ملابسي هي. هل هن أجمل مني؟ فقالت الأم: لا تقولي ذلك، لكل إنسان جماله الخاص به، والجمال ليس جمال شكلي فقط. هناك جمال أهم بكثير. بعائلتك اهتمي وساعدي بعائلتك. اهتمي بعائلتك وساعدي صديقاتك وقت الشدة. وعالمي
الناس جميلي. معاملي الناس معاملة حسنى، وسترون حسنة. حسنة، وستروني الأجمل. الجمال الحقيقي ليس الجمال الشكل. الجمال الحقيقي هو الذي يتبين في الأخلاق والصفات. معنى يظهر، يتبين. برافو. مضاد وضد القبح. الجمال، برافو. لكل إنسان جماله الخاص به. صح. برافو يا كيكو. الجمال الحقيقي والجمال الشكل والمظهر غلط. برافو. منى يكون الإنسان متى. متى يكون الإنسان جميلا كما وضحت الأم؟ حين يتصف به آه، اهتمامي بعائلتك وساعدي صديقتك وقت الشدة وعاملي الناس معاملة حسنة وستروني الأجر. برافو يا كيكو. 3. يمضي الزمن ويحتاج الإنسان إلى اختراعات وابتكارات وابتكارات تسهم في تسيير حياته وتنزيل العقبات التي تواجه. فهناك علاقة متنية بين حاجات الإنسان واختراعه، لذلك يقوم المخترعون بمحاولات مت- مثالية للوصول إلى أيوة اختراعات جديدة. اختراعات جديدة، وبعد أن يفرغوا من اختراعها يعود غيرهم للبحث للوصول للتطور والتحسين. والهواتف مثلا موضح على ذلك، فقد كان في بدء الأمر هاتفا أرضيا ثم تطور إلى هوائي إلى أن ثم ابتكر الهاتف المحمول الذي أصبح متناولا الجميع. في متناول الجميع. في متناول الجميع. تبقى الاختراعات في صورتها الأولى بغير تطويرها غلط. برافو. هات من القطعة معنى الكلمة التي تحتها. توجد علاقة قوية بين العمل وحب الناس للحياة. صح. هو مش عايز صح ولا غلط، شايف الكلمة اللي تحتها خط، عايز معناها كلمة قوية. شديدة. لا يا كريم، اقرأ بس كده تاني الفقرة. أهي للوصول إلى اختراعات جديدة. لا، قوية معناها أصلا هناك متينة. علاقات متينة. متينة. اه. ماشي. جيم. لماذا يعد الهاتف نموذج واضحا للتطور الاختراع؟ لأنه كان في بادئ الأمر هاتفا أرضيا ثم تطور إلى هوائي إلى أن تم ابتكار الهاتف المحمول الذي أصبح في متناول الجميع. برافو يا كيكو. 4. يختلف الإنسان فيما بينهم اختلافا كبيرا في التفكير، فقد يكون بينهم تشابه أو تفاهم أو ارتقاء في بعض الأفكار. أما التطابق فهو المحال ولولاه. ولو- ولولاه لعاش الناس في جمود فكري، ولأصبحت الحياة
اتجاها واحدا، ولولا مرونة الاختلاف لما ظهرت العلوم والفنون، ولما كان لكل شخص هوية مختلفة تميزه عن غيره، ولا أصبح العالم جافا جامدا لا روح فيه ولا إبداع. معنى ابتكار، اختراع. من الفقرة يا كيكو. مفيش اختراع في الفقر. مم. ال- الأفكار. لا، ابتكار معناه إبداع. تمام. اكتبها بقى في الكراسة بتاعتك يا كيكو. معنى ابتكار. إبداع. تمام. كريم لو قال هات من الفقرة، يبقى نقرأ الفقرة كويس ونطلع الكلمة من خلال الفقرة. إنما تمام. لو قال هات وما كتبش الفقرة، يبقى معنى الكلمة بقى زي ما احنا مذاكرين. تمام. مفرد اتجاهات. اتجاه. برافو. يعيش البشر في جمود فكري بسبب الاختلاف. غلط. برافو. مرونة الاختلاف أثارت العلوم والفنون المختلفة. صح. جميل. آه، التطابق بين البشر مستحيل. أي صحة العبارة السابقة. التطابق. لأنهم يكونوا متشابهين. لا، مختلفين. التطابق ده استحالة والتطابق يبقى. فهو محال لولا لا. أيوة صح. التطابق فهو محال لولا لا عاش الناس في جمود فكري، ولا أصبحت ولا أصبحت الحياة اتجاه واحد. برافو يا كريم. 5. كان يوسف ماهرا في كرة القدم، طلب منه المعلم أن يكون قائد الفريق كرة القدم بالمدرسة. فتردد لحظات، ولكنه وافق. في يوم المباراة نزل يوسف فريقته إلى أرض الملعب، وحين بدأت المباراة ظهرت مهارات يوسف من أول وهلة، ولفت أنظار الجميع، واستطاع قيادة الفريق وإحراز الهدف الأول والفوز بالمباراة. واكتشف يوسف في نفسه مهارة جديدة، مهارات القيادة. هي مهارة القيادة. هي معنى مهارة ماهرة. معنى ماهرة. آه، ذكيا. لا. بارعا. أيوة بارعا. برافو. مضاد وافق رفض. ماشي. كان اسمه في كرة القدم. برافو. حين بدأت المباراة ظهرت مهارات يوسف من أول وهلة. تمام. ما المهارة الجديدة التي اكتشفها يوسف في نفسه؟ مهارة القيادة. تمام يا كيكو. برافو.
6. اجتمع الأرانب مع الفيل يوما فقال الفيل للأرنب حجمك الصغير ولا تستطيع حمل الحطب الثقيلة. فرد الأرنب و... وأنت أيها الفيل حجمك كبير ولا تستطيع الاختباء في الحجر الصغير. سمع الهدهد هذا الحوار وتدخل قائلا كل منا ميزاته التي تميزه عن غيره. ميزته. مميزاته التي تميزه عن غيره فكلنا متميزون. أدرك الفيل والأرنب أنهما على خطأ واعتذر كل منهم للآخر. كلمة معناها التخفي، الاختباء. برافو. كلمة مضادها الخفيفة، الثقيلة. الخفيفة الثقيلة. برافو. رؤية بعد الحقائق. كأن الفيل يتباهى بحجمه الكبير، صح. كان الفيل يتباهى بحجمه الكبير. معناه لأ. لأ. لا، الفيل ما تباهاش بحجمه. غلط. أدرك الفيل والأرنب الخطأ الذي وقعا فيه، صح. تمام. اذكر الحكمة التي قالها الهدهد. لكل منا مميزاته التي تميزه عن غيره. كلنا متميزون. برافو يا كيكو. خرج خرج الطاووس معجبا بشكله الجميل وألوانه الزاهية. وكلما مر بحيوان قال له شكلك ليس جميلا، أنا أجمل منك. فغضب الجميع منه وتجنبوا الحديث معه. ووصل الطاووس إلى الغدير ليرى صوراته في الماء. فهاجم عليه تمساح فصرخ. فأسرعت إليه الحيوانات وأنقذت شعر الطاووس. للأسف وقال أنتم الأجمل لولا جمال قلوبكم لأكلني التمساح. معنى النهر الصغير، الغدير. برافو. مضاد القبيح، الجميل. جميل. مفرد وجمعه، ال- يعني كلمة وردت مفرد ووردت بالجمع مرة في القطع. حيوان، الحيوانات. برافو، شطور يا كيكو. ما سبب غضب الجميع من الطاووس؟ أنه كان يمر بهم ويقول لهم أنا أجمل منكم. برافو. أو شكلك ليس جميل، بيقول لهم كده. تمام يا كيكو. هذا الجمال الحقيقي آه هو الجمال الداخلي. برافو، الجمال الداخلي وجمال القلوب وحسن الخلق. ماشي، 8. يحتار يحتار كثيرون في ترتيب أولويات حياتهم في أبسط الأمور، ولكن تنجح في هذه المشكلة. لابد أن أتخيل شخصا مسيطرا لابد أن على تكون أن تتخيل شخصا مسيطرا على حياتك لابد أن تكون وتكون آه، لابد أن تكون شخصا مسيطرا على شخصا حياتك. مسيطرا على حياتك وتكون واثقا من نفسك. واحرص على تنمية مهاراتك. كن مسؤولا عن خياراتك والاختراع الإعذار. ولا تخترع الأعذار. ولا تخترع الإعذار.
اختار الصواب مما بين القوسين. تقدم الفترة نصائح لترتيب أولوياتك. أولويات. تمام. احرص على تنمية مهارات. تمام. كيف تكون ناجحا في حل المشكلات. آه لابد أن تكون شخصا مسيطرا على حياتك وتكون واثقا من نفسك. برافو يا كيكو، ما شاء الله عليك. 9 يا كيكو. تمام. منظمة المدرسة منظرة بعنوان: هل الأولوية للرياضة أو للمذاكرة؟ وانقسم التلاميذ إلى فريقين: أنصار الرياضة وأنصار المذاكرة، حيث أكد أنصار الرياضة أهمية الحفاظ على الصحة، بينما أكد أنصار المذاكرة دورها في بناء المستقبل. وهنا ظهر فريق ثالث هم أنصار التوازن، وأوضحوا أن الشخص الناجح هو الذي يوازن بين ممارسة الرياضة ليقوي الجسم والالتزام بإنهاء واجباته في الوقت المحدد. مرادف الأحرقي الأحقية. الأحرقية التوازن. فين التوازن دي بيقول استخرج من الفقرة. أيوة، أي التوازن، هم أنصار التوازن. لا يا كريم، الأحقية مش معناها التوازن. مم. الأحقية معناها الأولوية يا كريم. تمام. اكتبها عندك في الكشكول بقى. تمام. مفرد الأفراد الوقت. تمام. كانت المناظر حول أنواع الرياضات المختلفة غلط. المناظرة يا كريم. المنظرة المناظرة. المناظرة حول أنواع الرياضات المختلفة غلط. تمام. التوازن من صفات الإنسان الناجح، صح. تمام. تعالى عشان الموبايل. فاضل سؤال. اه كيف نحقق التوازن بين المذاكرة والرياضة. اليوتو ممارسة الرياضة ليقوي جسمنا والالتزام بناء واجباتنا في الوقت المحدد. هو بيقول لك ازاي احقق توازن بين المذاكرة والرياضة، اعمل ايه؟ آه يعني ايه، مش فاهم السؤال. اللي هي الفقرة الأخيرة، الالتزام بإنهاء الواجبات في الوقت المحدد وممارسة الرياضة لتقوية الجسم. السطر ايوه انا قلت الأخير ده. ايوه انا قلتها. تمام. ماشي. جلس أقرأ. حم... جلس حمزة شاردا شارد الذهن، يبدو عليه الأرق والإنهاك، فتضطر الليلة الماضية يفكر في إغلاق مصنعه بسبب خسارته. وفي أثناء ذلك رأى عصفور صغير
يتعلم الطيران، وكلما حاول سقط. كرر العصفور المحاولة 10 مرات ولم ينط حتى نجح وطار مسافة قصيرة، وأخيرا نجح في الطيران. فقال حمزة: سأجعل بمحاولة من جديدة، وسأجتاز وسأج- وسأجتاز وسأجتاز محنتي. محنتي. معنى معنى سأعبر: سأجتاز. سأعبر، سأجتاز فعلا. طيب يا كريم، معنى يقنط معناها ييأس. عايزاك تكتبها عندك في الكشكول. يقنط ييأس. يجي. تمام. ضد موضوع يأمل. يأمل. آه في أول سطر. لا، يقنط. تمام. اكتبها برضو عكسها يأمل. أنا ممكن أعمل تحتها كده علامة إيه، اللي هو. ايوه شطور، برافو عليك. تمام. آه كان حمزة سعيدا بما حدث له. غلط. تمام. لم ييأس العصفور في محاولاته. صح. برافو. ماذا تعلم حمزة من العصفور؟ أن سأجعل أن بالإصرار والعزيمة يمكن تحقيق هدفك. برافو، تعلم برضو عدم اليأس والمحاولة مرة أخرى. برافو عليك يا كريم، اللهم بارك. 11. فطر الله الإنسان وميزه عن الحيوانات بالعقل والنظر، والنطق. وسخر له أسباب الرزق والحياة الطيبة، وجعل سباته بالليل ومعاشته بالنهار، معاشه بالنهار. سباته وإن كان بالليل ومعاشه بالنهار. معاشه بالنهار وإن كان إن من احنا الحيوان ننام بالليل ونشتغل بالنهار. طيب. وإن كان من الحيوانات ما يتكلم كالبغبغان، وما يضحك كالقرد، وما يبكي كالتمساح، وما يحتال كالثعلب. فالبغبغان يردد ما يسمع دون فهم، والقرد يحكي الإنسان في الضحك، ولا يعبر عن الفرح، ودموع التمساح لا تدل على الحزن، واحتيال الثعلب محدود لا يبلغ فكر الإنسان ويتدبره. وتدبيره ماشي. معنى فترة. فترى خلط. برافو. بما ميز الله الإنسان عن الحيوانات: العقل بالعقل والنظر. والمنطق والنطق. دي النطق يا كريم. اه. ماشي. أكمل. جعل الله الماء مختلفا في طعامه، فمنه آه يعني يعني أنواع الماء إيه؟ أكمل. أنواع الماء. عندي ماء عذب وماء مالح. ولا ذكر لي المياه عذبة. اه، ما هو بص. جعل الله الماء مختلفا في طعمه فمنه. مش الماء نوعين؟ دي خدتها اه. تقريبا في الدراسات. أيوه، أيوه. صح. مالح مش وعذب. مذكورة في الفقرة.
بس ده سؤال بيعتمد على العقل، يعني ان انت مش لازم كل حاجة تورد في الفقرة نجاوب عليها. دي اسمها قراءة تمام. متحررة. يبقى الماء تمام. منه نوعين: ماء عذب وماء مالح. اكتبها بقى يا كريم. تمام. ماشي يا كيكو. في أجازة نصف العام ذهبت مع أسرتي إلى قريتان في الصعيد مصر، وقد أقمنا هناك 3 أيام، والتقينا بأهلنا وأصدقائنا، وقمنا بجولة للتعرف على أهل القرية الذين كانوا يرتدون ملابس مميزة ويشتهرون بالكرم الشديد وحسن التضيافة، حسن الضيافة. وحسن الضيافة، حيث قدموا لنا بعض الأكلات اللذيذة مثل الكشك والفيش. ومن عادتهم الالتزام بالكلمة. بالكلمة والأجواء إلى كبار السن، آه، بالجوع. وال- والجواء إلى كبار واللجوء. السن واللجوء. واللجوء إلى كبار السن لحل الخلافات. مرادف الشهية اللذيذة. مضاد برافو. البخل الكرم. برافو. أقامت الأسرة في صعيد مصر في أجازة نصف العام لا، ثلاثة بتقول لك أيام ايام. 3 أيام. برافو. من عادات أهل الصعيد ومن عاداتهم الالتزام بالكلمة واللجوء إلى كبار السن لحل الخلافات. تمام يا كريم، برافو عليك. من الأكلات اللذيذة التي قدموها أهل الصعيد للضيوف الكشك والفيش. بس برافو يا كيكو. النص متحرك. تمام. حيوا معي يوم المعلم دائما، وأقف احترامي في على الأمجاد، ربي الشباب على الفضائل والآباء بالذين بالذين والأخلاق والإرشاد. بالدين والأخلاق والإرشاد. كريم افتح المايك. معنى الإرشاد التوجيه صح. تمام. إيه، هات من البيتين كلمتين لها نفس القافية: الأمجاد الإرشاد. تمام. كلمة لها نفس نهاية ال اسمه كده الرحاب. الآباء. لا، رحاب لها نفس النهاية، آخر حرفين. الشباب. برافو يا كيكو، شطور. انت استأذنك ثانية عشان موبايل واحد في المية. ماشي.
تمام. ما هو جملة اتجاه المعلم؟ اتجاه المعلم: حي مع يوم المعلم دائما، وأرجو احترامي في على الأمجاد. النظف برافو. للمعلم، برافو يا احتراما كريم. له. ماشي يا كريم، الاتنين. قال جمال: سأل: أتعرفون من سائلا. أنا؟ سائلا: أتعرفون من أنا؟ أنا الذي لروحكم نبع السرور والهدى والهنا. الهنا. والهنا كالطيران طرت عاليا. الطير يطير عاليا. كالطير طرت عاليا. أطولها ومعلنا أن القلوب موطني وهو الأجر موطنا. معنى الأجر: الأفضل، لا الأعظم. الأعظم. برافو. أنا مضاد جمال للربح. ماشي. تمام. عن أي شيء سألنا الجمال في البيت الأول؟ أتعرفون من أنا؟ برافو. أين يسكن الجمال؟ في القلوب. برافو يا كريم. قلوب موطني. جميل جدا، ما شاء الله، اللهم بارك عليك. تمام. إن التعاون من صفات العاطل يرقي به نحو النجاح الكامل. لولا التعاون بين أبناء الورى الواو. الورى لم يبي مجد في الزمان الأول. تعاونوا في كل خير تفلحوا. أياكم من الراكي متمسكا لم يبن متكاسلا. متكاسلا لم يبن مجد. قال مجازي. برافو. من معنى الواري: الورا. الورى. الورى هو التعاون. الورى الجهل. لا، الخلق. الخلق. تمام. بقى يا كريم، تبع الماتيريال. قل. الخلق. برافو. ماشي يا كيكو، 4. ماذا يحدث إذ تعاون أفراد المجتمع؟ سوف يتعاونوا في كل خير تفلحوا. سوف يفلحوا في عمله. تمام. سوف يفلحوا في عملهم ويلقى النجاح و... ويسود بين أبناء الأمة. تمام يا كيكو، 4. لك التكريم يا قمر الليالي. ففيك تجمعت زين الفصائل. فارتضرت بين كل لا بقلبك ترضى قد عليك علوت. اليوم قدرا. فارتضرت بين كل الناس عالي. سأشكرك ما حييت معلمتي لأن لهن فضل الوالدات. مراد في قدر.
آه، صدر. قوة. لا، قدر معناه تاني. مكانة. مم. مضاد تجمعت. تنوعت. لا، لا، تفرقت تجمعت. تفرقت تفرقت. تفرقت. تمام. تتصف المعلمة بجميع الصفات والخصائل. تتصف صح. المعلمة بأجمل الصفات والخصال. صح، صح. ماشي. برافو. يجي يعتبر تعبير حقيقي. غلط. ماشي. 5. معلمتي وكم يكفيك فخر، بيبين الناس فضلك تنهاها. كانت لنا نور الشمس حقا، بعلمك كنت لدي لدنيا الدنيا. للدنيا سناها. أثرت لنا معلمة السبيل، وكنت لنا به دوما دليل. تخيل. فأنت لنا كنوز الشمس. تعبير مجازي. برافو. هات أسلوب نداء. وكنت لنا به دوما دليل. لا يا كريم، عندك أول حاجة معلمتي. هي هنا يا النداء محذوفة، يا معلمتي، يبقى معلمتي أسلوب نداء. تمام. اكتبها على الماتيريال يا كريم. تعرف خط تحت. طب استنى ثانية واحدة. تمام. اه، اكتبها. تمام يا كيكو. 6. خير في الملك وفي عزة، إن غداك جاءت الليث بالضفدع، فكتب الليث أمان فكتب له أمان لها. وزاد أن جاد بمستنقع. إن عرفت أن الليث هو ملك الغابة ووزير الفيل، فليس هو ال- من ملك الغابة. الأسد. أيوه، هيبقى ليس هو مين؟ الأسد. الثعلب. شطور. الأسد، لا، أيوة الليث. الأسد. الليث هو الأسد، ما بيقولك ملك أيوة أيوة الغابة. وزير أيوة. الفيل، فالليث هو مين؟ تمام. مضاد كلمة أمانة في البيت الأول. مم. عكس الأمان إيه يا كريم؟ أمنا، عكسها إيه؟ أمانة.
خدع أو. لا، خطرا. تمام. معنى كلمة جادة في البيت التاني، والزواج جادة استنطع. آه، أقام له. لا. وزاد أن جاد بمستنقعي. اه، تبرع له. أيوة كده، برافو عليك. ما فهمتش إلا كلمة مستنطعي، هي اللي وضحت لي. أنا عايزاك يا ما كيكو وأنت في الامتحان إن شاء الله تقرأ كل كلمة كويس، يعني عشان تعرف تطلع المعنى الصحيح. ما نستعجلش في الإجابة. ماشي. تمام. وأنت شطور، أنت شطور ما شاء الله، بس تركز شوية. تمام. تمام يا ميس. ما الهدية التي جاد بها ملك الغابة للضفدع؟ ما الهدية التي فكتب الليث أمانة، وزاد أن جاد بمستنقعه. هي برافو، دي مستنقع دي الهدية، برافو عليك. ميس. نعم. أستاذن، يحس عندي الساعة 9. هو الساعة بقت 9؟ اه. هو الوقت جه بسرعة كده ليه؟ ما حسيتش بالوقت خالص. ماشي يا كيكو، أنا هقف هنا النهاردة. تمام. مع شكرا السلامة يا لك. كيكو. العفو يا اه. حبيبي. ما تنساش بقى تحل باقي الواجبات. تمام. انت فاضل لك كام امتحان في التأسيس السليم؟ أنا فاضل لي، أنا كنت حل 2 كده مع نفسي. تمام. كنت حالل 2. طيب ابعتهم يا كريم من فضلك، يعني عايزة اراجعهم. تمام. أحل الثلاثة ماشي. النهاردة وأبعتهم 3. ماشي، وحاول بس تطبع باقي الماتيريال دي عشان مهم. احنا واقفين عند صفحة 18. تمام. أنا رحت له قال لي المطبعة بايظة. شوف واحد تاني يا كيكو. اه، بعيد شوية. ماشي. بشوف. ماشي يا كيكو. ماشي يا كيكو، مع السلامة. سلام.